عزيزي المشاهد، لو قلت لك اني هصلي بالقرآن كامل في يوم واحد بس هتصدقني؟ كمان لو قلت لك ان هعمل ده في لايف قدام الناس كلها، انا مش بستعرض ولا عشان بعمل الحاجة دي عشان الم مشاهدات، لا خالص والله. الموضوع بدأ لما سألت نفسي سؤال: هو احنا ليه بقينا ضعاف جدا وبعاد في عبادتنا؟ احنا ليه بقينا نكسل نقرا جزء واحد او حتى نصلي قيام؟ مقابل ده كنا بنشوف ناس كتيرة وصحابة بيصلوا بالقرآن الكريم كله في ليلة واحدة، زي سيدنا عثمان بن عفان اللي كان بيختم القرآن كامل في ليلة واحدة. وقتها لما قريت فكرت مع نفسي كتير: هل ده مستحيل فعلا، ولا احنا بس اللي بقينا نستسهل العبادة وما بنعملش حاجات خالص؟ ومن هنا أخدت القرار، مش عشان أكون زيهم خالص، بس عشان أشوف وأحاول وأثبت لنفسي إن احنا ممكن نقدر نعمل ده في أي وقت. وأنا عملت لكم الفيديو ده عشان أحط نفسي قدام الأمر الواقع، مفيش انسحاب ومفيش تراجع، وكمان كل ده هيكون على اللايف، يعني لو انسحبت أو تراجعت هيكون قدامكم، وده يكون سبب في فشلي، مش ان انا اقعد اقصقص ومنتج الجانب الحلو من الفيديو. وانا مش بعمل الفيديو ده خالص عشان رياء، انا بعمله يمكن حد مني يستفاد ولو مره ويقوم يصلي له ركعتين قيام في اخر اليوم. عشان اكون صريح معاكم، انا عارف ان الموضوع صعب، فعشان كده كنت لازم اجهز شويه حاجات عشان ممكن اتعب او رجلي توجعني. فجهزت ان انا اشرب ميه كويس ان شاء الله قبل ما اصلي، واكل كويس، وكمان اريح رجلي والبس شراب طبي يساعدني ان انا اقدر اقف اطول فتره ممكن. اكتر حاجه مستنيها هي لحظات السجود اللي هرجع فيها طاقتي وارجع فيها ان انا اقدر اقوم واكمل تاني من جديد. التجربه دي مش بس صلاه، دي جهاد مع نفسي، هشوف هل اقدر فعلا اضغط على نفسي واعمل حاجه فوق طاقتي. يمكن ما اقدرش اكمل، ويمكن اعدي حدودي لاول مره في حياتي، بس الاكيد مش هسيب نفسي من غير ما احاول. لو عايز تشوف النهايه وتشوف ان هقدر اكمل ولا لا، استناني في البث المباشر، وخليك شاهد على التجربه دي من اولها لاخرها. البث هيكون بكره ان شاء الله يوم السبت الساعه 10، ويمكن دي تكون بدايه ليك انت.